ازيكم يا شباب تانية ثانوي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. مبسوطة جدا من درجاتكم الترم الاولاني وبتمنى ليكم ترم جديد سعيد. النهاردة ان شاء الله بنحل اول درس في المنهج بتاعنا excretion in animal and man. هنبدأ بأول سؤال بيقول the opposite figure represent one protozoan حاجة اسمها الأميبا which of the following biological process represent excretion process. هو جايب لك طبعا كائن من اليونيسيلولر اللي هم الكائنات الدقيقة اللي بتكون معمولة من one cell، وبيقول لك هو ايه الحاجة اللي بيطلعها as in دي excretion. طبعا الاكسكريشن ان هو مثلا بيعيش في المية فبيطلع الأمونيا، ان هو مثلا بيطلع الميه الزياده، طبعا السهم باين ان هو بيكسكريت. طيب هنا لا، ده بيتيك اكسجين يبقى مش بيطلع. او برضو ممكن نقول لو بيطلع كربون دايوكسيد، يبقى كل العمليات ديت بالنسبه لك عمليات اكسكريشن، وبرضو الدي بالنسبه لك صح. فاحنا هنختار الاجابات الصح مع بعض اللي هي A B A P E. اوكي. السؤال اللي بعده بيقول which of the following is the reason for the birds to get rid of the nitrogenous wastes in forming of uric acid with feces. يعني ايه اللي بيخلي البيردز تتخلص من النيتروجينيوس ويستس بتاعتها على شكل يوريك اسيد؟ طبعا انت عارف ان احنا بنعمل اكسكريشن عشان نتخلص من الحاجات البايزنس اللي هي الحاجات السامه. تاني حاجه ان انا كمان بكون عايزه اكون في حاله الهيموستيزس او في حاله الاتزان، ان انا اكون مظبطه نسبه الميه ونسبه الاملاح في الجسم. الاجابه الصح هي ان انا بعمل maintaining للووتر content in the body، ان انا بظبط كميه الميه كميه الاملاح وكميه، او ان انا بتخلص من البويزنس ماتيريال. السؤال الثالث بيقول لي which of the following substance is excreted from the body by one organ only and no organ precipitate with it. يعني بيقول لك مين في دول organ واحد بس، عضو واحد بس اللي بيطلعها، مفيش حد تاني، يعني مفيش organ تاني بيطلع الحاجة دي. طبعا هو الكربون دايوكسيد، لأن الكربون دايوكسيد بيطلع من اللنج only، من الرئة بس. السؤال اللي بعده بيقول which of the following isn't from excretory products. مين في دول مش excretory products؟ طبعا انت عارف ان النيتروجين بيدخل الالفيولاي وبيطلع تاني من غير ما يعدي من خلال البلازما ممبرين، فمش بنعتبره excretory product، يبقى الإجابة هتكون النيتروجين. اوكي، بعد كده هنقول which of the following foodstuff produce the largest amount of uric acid through breaking down of its digestion products. يعني مين في دول هيطلع يوريك اسيد؟ اليوريك اسيد دوت بيطلع من البروتين، والبروتين بيتكسر لامينو اسيد، والاكسس امينو اسيد يعني الامينو اسيد الزياده البيردس والريبتايلز والانسكتس بتتخلص منها على شكل يوريك اسيد. يبقى الحاجه اللي ممكن تطلع لي يوريك اسيد اللي هي البروتينز، والبروتين من الاربعه دول هو الفول اللي هو البينز، لان الفول يعتبر بقوليات. اوكي، بعد كده بيقول لي the opposite figure show somebody organs that precipitate in excretion process. يعني بيقول لك ان بالنسبه لللنج والليفر ان دول بنحتاجهم في الاكسكريشن. ماشي، الكلام ده صح. فبيقول لي ايه اللي بيخرج من الاكسكريشن بتاع اورجن A ومش بيطلع من البي؟ طبعا انا عارفه ان الاي بيطلع الكربون دايوكسيد، وزي ما حلينا فوق ان الكربون دايوكسيد ده بيطلع من اللنج بس، مفيش اي حاجه تانية بتخلصك من الكربون دايوكسيد. طيب، في كتير من الطلبة وهم بيحلوا السؤال ده في الكويز ما شافوش كلمة not أو ما ركزوش عليها، فبعد إذنك ركز في كل تفاصيل السؤال. السؤال التاني بيقول which substance is excreted by organ B and not by A. يعني مين اللي بيطلع من organ B اللي هو الكدني وما بيطلعش من خلال ال A؟ طبعا هي اليوريا، لان اللنج بتقدر تطلع لك ووتر فيبر، بتقدر تطلع لك السبايسي زي ما قلنا الفلفل وبنعطس، وطبعا بتقدر تطلع الكربون دايوكسيد. طيب نكمل. Number 7 بتقول which of the following wastes produced from the catabolic of the products of the piece of bread after its digestion. يعني مين في دول هيطلع من التكسير بتاع البريد اللي هو العيش؟
طبعا البريد دوت اللي هو كربوهيدرات بالنسبة لك، فهو بيتكسر لل C6H12O6، ولما بنيجي نطلع أو نعمل عملية الكاتابوليزم بالأكسجين بيطلع ال ATP وبيطلع كربون دايوكسيد وبيطلع ووتر، وكنا متفقين إن الكربون دايوكسيد والووتر وقتها دول بالنسبة لي wastes. السؤال اللي بعده بيقول which of the following is considered from the harmful metabolic products that are resulted from digestion of piece of meat لحمة eaten by human. طبعا اللحمة دي بروتين، والبروتين بيتكسر لأمينو أسيدز، ولما الأمينو أسيدز ديت بيكون في إكسس أو زيادة بيخرج على شكل يوريا. أوكي. Number 9 بيقول لي which of the following pass through plasma membrane during a gases exchange process. يعني مين في دول بيعدي من خلال البلازما membrane لما بنعمل الجازيز exchange. طبعا لو اخترت اي حاجه فيها نيتروجين تبقى غلط. ليه بقى؟ لان احنا عارفين ان انا بيبقى عندي النوز، بعد كده عندي التراكية، بعد كده عندي البرونكس، بعد كده عندي البرونكيولس، بعد كده من البرونكيولس عندي الايرساك. وانا عارف ان لما النيتروجين بيدخل من المناخير ويمشي كده 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 بيقف في الايرساك وما بيعديش من خلال البلازما ممبرين، بعد كده بنلاقيه رجع هو والكربون دايوكسيد كده 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 كده، وبرده زي ما بيدخل زي ما بيخرج وما بيعديش من خلال البلازما ممبرين. فإياك تختار حاجة فيها نيتروجين، فالاختيار هيبقى الكربون دايوكسيد وطبعا الووتر فيبر اللي بتطلع من بخار المية من مناخيرك. اوكي. نمبر 10 بيقول which of the following is from the functions of the human skin epidermis. يعني مين في دول من الصفات بتاعة الابيديرمس؟ طبعا انا عارفة ان السكين بيمنع دخول اي بكتيريا، فهنقول ان هو بيبريفنت البكتيريال انفيجن، ان البكتيريا تدخل للجسم، او ممكن نقول كمان الميكروبس penetration. هي صعب الكلام؟ لا سهل. نكمل. رقم 11 بيقول which of the following structure extend through the epidermal and the dermal layer of the skin. يعني مين في دول بيبقى معدي في الديرمس وبعد كده يطلع كمان للإبيديرمس. طبعا حضرتك عارف ايه ان الشعرايه بيكون الهير فوليكل كده والشعرايه بتطلع لفوق لحد ما انت بتشوفها بعينك. نفس الكلام الغده بتاعه العرق بتبقى في الديرمس وبتبدا تعدي من الإبيديرمس وتطلع برده لحد ما بتسيب لنا العرق على المسام من فوق. يبقى اللي بيطلع هو الهير والسويت جلاند. طيب نمبر 12 بيقول لي when the temperature of the surrounding environment is higher than usual which of the following response ايه رد الفعل بتاع البلاد فيزلز الأوعية اللي ماشي فيها دم that are located near to the skin surface. طبعا انت عارف لما الجو بيبقى حر بنلبس واسع، يبقى البلاد فيزلز لما الجو هيبقى حر هتبقى dilated هتوسع. وطبعا كمية and sweat gland activity ثانية واحدة، طبعا السويت جلاند activity هتزيد. اوكي. يبقى when the temperature عشان بس ايه اعيد الكلام تاني when the temperature is surrounding the environment is higher than usual يعني درجة الحرارة أعلى من الطبيعي، يبقى طبيعي إن البلاد فيزلز هيحصل لها dilation وكمية العرق هتزيد. صعب الكلام؟ لا سهل. طيب نمبر 13 بتقول which of the following cell isn't absence cause losing the skin its natural color. يعني مين في دول لو غاب اللون بتاع الجلد مش هيكون موجود. طبعا انت عارف ان طبقة الديرمس طبقة الإبيديرمس اللي هي أول طبقة في الجلد، طبقة الإبيديرمس عندها السيرفيس لاير وعندها الإنر لاير. انا عايزه اكلمك على الانر لاير يا ولاد اللي في الابيديرمس دي بيكون فيها البيجمنت سيلز اللي بتطلع صبغه الميلانين. يبقى اللي هيأثر او الطبقه اللي غيابها هيأثر هي الانر لاير اللي في الابيديرمس، لان هي دي اللي بيكون فيها الميلانين او البيجمنت سيلز اللي بتطلع ميلانين. 14 بيقول which of the following doesn't happen when the hand is put inside a plastic bag and tying it tightly around the handrest. يعني لو انا جبت كده كيس بلاستيك ورحت ايه ربطته حوالين ايديا، طبعا ايديا هتعرق، طبعا ايديا هتدهن شويه برضو
وهتسخن، لان طبعا انت قافل كانك قافل كيس بلاستيك على ايدك، فايديك هتعرق، ودرجه الحراره بتاعت ايدك، ما هي ما دام عرقت يبقى درجه الحراره عليت، ده معناها ان البلاد فيزلز وسعت، وده ممكن يخلي الايد تعرق. صح، كل الكلام ده هيحصل. لكن هل الغده بتاعت الدهون اللي بتدهن الشعر هتتاثر، اللي هي الفات جلاند، اللي هي الغده اللي بتبقى في الشعرايه اللي هي اسمها سوبيشيس جلاند او فات جلاند، هل الغده دي هتتاثر؟ اكيد لا، دي ملهاش دعوه بالحراره. يبقى كل ده هيحصل ما عدا الفات جلاند ان هي تطلع السكريشن. طيب number 15. Which of the following graph illustrates the relationship between the change in the rate of sweat excretion and the atmospheric temperature in case of not doing any physical activity؟ يعني ايه العلاقة اللي ما بين الريت او السويت بتاع العرق، كمية العرق، والاتموسفيريك temperature لو انت ما بتعملش اي physical activity، يعني مش بتجري ولا اي حاجة. والله انا لو درجة الحرارة عالية، ها ايه اللي هيحصل؟ الريت اوف السويت هيزيد. طيب لو درجة الحرارة او الاتموسفيريك تمبريتشر قليلة، العرق هيكون طبيعي. يبقى الرايت جراف للعلاقة اللي ما بين درجة الحرارة والعرق هتكون ايه يا ولاد؟ ايه رأيكم؟ هو جايب لك ان درجة الحرارة من 15 ل 40، هل العلاقة دي هتبقى دايركت ولا انفرس؟ انا شايفة ان هي هتكون انفرس. ليه؟ ان لو درجة الحرارة 15 وعمالة تزيد، ده هيخلي العرق يحصل له ايه؟ يزيد. يبقى المفروض ان مع زيادة درجة الحرارة العرق بيزيد، صح ولا لأ؟ اه. لكن هو بيقول لك هنا ان الاتموسفيريك تمبريتشر اللي هي الاكس لو 15 العرق قليل، طب وبعدين بيفضل يزيد يزيد يزيد. يبقى هو ده اللي بيوضح الفرق او الريليشن اللي ما بين كمية العرق او الريت اوف السويت، سرعة العرق، والاتموسفيريك بريشر لو انت مش بتعمل اي اكتيفيتي. سرعة العرق ما بتتأثرش. طيب سوري يا شباب، الإجابة هتكون سي، علاقة دايركت. سي نفس اللي احنا شرحناه، انا بس اتلخبطت في ان انا اقول بي او سي. زي ما قلنا تاني عشان برضو ما تتلخبطش معايا، زي ما قلنا كل ما العرق هيزيد مع زيادة درجة الحرارة، كل ما درجة الحرارة هتزيد 15 16 17 لحد ما توصل لل 40، ده اللي هيزود السويت سكريشن. طيب نكمل. بيقول لي what happened to the rate of the sweat secretion in winter؟ طبعا العرق في الوينتر اللي هو الشتاء اللي بيحصل له بيقل بيديكريز، طبعا هو مش بيستوب، هو بيديكريز. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي which of the following structure participate in regulation of the body temperature؟ يعني بيظبط لك درجة حرارة الجسم. طبعا انت هتختار السويت جلاند لان هي دي اكيد اللي بتظبط لي درجة حرارة الجسم، وهي بتجيب العرق منين؟ من البلاد كابيلاريز، يعني من الدم. يبقى الاجابة بتاعتك 4 and 6. طيب number 2 what is the structure that contain melanin secreting cells؟ طبعا هي تاني طبقة في الابيديرمس اللي هي number 2 اللي بيكون عندها البيجمنت cells. طيب number 3 بيقول لي which of the following structures that cause hair dryness when a disturbance take place in its function؟ ايه اللي هيسبب خشونة او نشفان في الجلد لو حصل اي خلل في الغدة دي؟ طبعا هي الفات جلاند اللي بتطلع لي الاويلي سكريشن وبتنعم الايد. وطبعا لو كان في اختيار تاني كمان كنا ممكن نقول 1 لان بيكون فيها برضو البروتين اللي اسمه الكرياتين اللي برضو بينعم الايد. طيب ايه تاني؟ On which of the following structure does the action of structure number 4 depend؟ يعني number 4 معتمدة على ايه؟ طبعا معتمدة على number 6 لان هي دي اللي بتديها البلد، الدم هو اللي بيديها السويت علشان تطلع العرق منه. فالسويت بتاعت الجلاند هي معتمدة على الدم ان هي بتطلع منه الاكسس ووتر والاكسس سولتس والنيتروجينيوس ويستس. اوكي. طيب بعد كده بيقول لي number 5 the availability او الفlexibility يعني المرونة
flexibility and movability، المرونة والحركة بتاعة الستراكشر نمبر 9. طبعا نمبر 9 اللي هي الشعراية، المرونة والحركة اللي فيها بتكون جاية من ايه؟ جاية طبعا من الفات جلاند اللي هي بتطلع الاويلي سكريشن، وقلنا وقتها ان هي بتخلي السكان بيكون soft وبلايبل. وكمان نمبر 4 لان السويت جلاند برضو بتدي بعض المرونه او بتجيب بعض البورز اللي بتخلي الشعرايه، اللي هي المسام اللي بتخلي الشعرايه تطلع. يبقى نو يبقى الفلكسبيليتي بتيجي من النمبر 3 اللي هي الفات جلاند او السبيشيس جلاند. والموفابيليتي هو عايز يقول لك مين كمان بقى ممكن يحرك الشعرايه. طبعا لما بيجي جسمك يقشعر او نقول ايه انا جسمي اشعر، ده بيكون عن طريق ان الاريكتور ماسل هي اللي عملت كونتراكشن وخلت الشعرايه تتحرك. يبقى الفلكسبيليتي من نمبر 3 والموفابيليتي من نمبر 7. طيب بعد كده بيقول لي which of the following structure show the function of the skin as a sensory organ. مين في دول بيخلي ان الجلد بيحس؟ عندك حاجتين، اول حاجه اللي هي السنسوري نيرف اندنج اللي هي نمبر 10. تاني حاجه كمان اللي هي التكتايل اللي هي نمبر 8. فالاجابه بتاعتك 8 و9. السؤال اللي بعده بيقول when change، الراجل اللي بالريس كان عنده رأي تاني. when a change occur in surrounding temperature من ال hot to cold، لو الجسم كان الجو حر وبعد كده بدأ يبرد، ده هيخلي الشعيرات الدموية تعمل ايه؟ تضيق. خلي بالك. which of the following do you expect؟ طبعا انا متوقع ان البلاد كابيلاريز اللي هي نمبر 6 هيحصل لها constriction، هتضيق. وطبعا السويت جلاند اللي هي نمبر 4 العرق بتاعها هيقل لان الجو بقى برد من السخونه للبروده. فالاختيار الصح ان نمبر 4 بي، ان نمبر 4 اللي هي الغده بتاعت العرق اللي فيها هيقل. اوكي نكمل. which of the following structure its absence cause the hair hardening and splitting؟ مين في دول لو اختفى هيعمل ان البتاع دوت الشعر يبقى هاردن وسبليتنج، يعني من الاخر كده بيعمل تقصيف للشعر. طبعا طبقه الدهون اللي عند الجلد اللي عند الشعرايه اللي هي لما انا بلاقي الشعرايه كده وبيطلع منها الغده اللي اسمها السبيشيس جلاند اللي بتطلع الاويلي سكريشن عشان تخلي الشعرايه ناعمه، دي اللي بتخلي الشعرايه ناعمه وما بتخليهاش تتقصف. يبقى الاجابه هتكون دي. Number 19 which of the following organ represent the first line of defense against الميكروب؟ طبعا هو السكن. اول حاجه بتدافع ناحيه الميكروبس، بتدافع عنك ناحيه الميكروبس هو الجلد. What is the reason for the skin ability to keep the body temperature؟ ايه اللي بيحصل علشان نخلي درجه الحراره مظبوطه؟ طبعا اي ميه زياده بنعمل لها evaporation وبنعرقها. فهنقول ان الاكزit of الووتر in liquid state and then it evaporate. طبعا كلمة leak wastes from sweat يعني بنخلي مفيش أي فضلات في السويت، طبعا لا. طب هل الاكيوميليشن wastes on pores إن إحنا نقفل الفتحات؟ لا. أو المسام اللي في إيدك؟ لا. هل إن إحنا بنقلل كمية الدم ودي حاجة كويسة؟ لا طبعا، ده أنا ببقى عايزة دم كتير علشان أطلع منه كمية عرق كتير. طيب نكمل. بيقول لي which of the following which choice represent the state of the body within a short distance running marathon؟ يعني ان حد بيجري في ماراثون لنسبة قليلة او مسافة قليلة. طبعا اكيد هيعرق، فاحنا هنطلع شوية من as a skin، واكيد برضه هيطلع water vapor من المناخير بتاعته يعني عن طريق اللونجس. لكن فكرة ان هو يطلع بيبي اكيد مش هيوقف الماراثون عشان يدخل يعمل بيبي، يبقى اثناء الماراثون هو اللي هيقدر يطلعه ان هو هيعرق وهيطلع ووتر فيبر من اللونجس بتاعته. او ممكن يقول لهم لو سمحتوا ثانية واحدة اعمل بيبي واجي. يبقى الاجابة اكس. Number 22 بتقول which of the following happen if the sweat gland are absent from the skin؟ ايه اللي هيحصل لو السويت جلاند مش موجودة في السكن؟ بيقول لك the surface temperature increase and the skin dryness take place. انا الصراحة شايفة بس هنشوف بقية الاجابات.
the skin temperature increase، درجة الحرارة هتزيد، and the skin moist هيبقى ناعم. لا طبعا. طبعا ان فكرة ان درجة حرارة جسم الانسان هتقل زيت، لا طبعا، ما دام انت مش هتعرق يعني درجة حرارتك هتفضل تعلى 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 ومفيش عرق يخلي درجة حرارتك تقل. طيب نكمل. number 23 بيقول لي the opposite figure illustrate 3 excretory organs. دول 3 organ. انا اصلا كان عندي اللي بيعمل excretion 4 organ: lung، liver، kidney، scan. طيب بعدين هو بيقول لي ان number if you know that number 1 has a role in digestion، ان number 1 دوت ليه علاقة بالdigestion في الهضم، يعني ممكن يبقى الليفر مثلا بيطلع بايل و number 2 number 3 it is the largest organ، يبقى number 3 ده كده الجلد اكيد. و number 2 هو عايز يعرف مين number 2 بالنسبة لك. طيب لو احنا قلنا ان الليفر بيشترك مع حد في ان هو بيخرج حاجة معينة، بيشترك مع المين؟ مع الكدني، فباينة قوي ان الكدني هي الاختيار التاني او هي نمبر 2. طيب هو بيقول لك بقى ايه هو الاكس؟ طبعا البايزنس ماتيريالز، الحاجة السامة هي اللي بتبقى عند الليفر وبيخليها مش بايزنس وبعد كده بيبعتها للكدني، فالاكس هي البايزنس سبستانس. طيب نمبر واي اللي هي النيتروجينيوس ويست اللي بتخرج في البيبي وبتخرج كمان في العرق، فهيبقى الاختيار بتاعك هو السي. Number 24 which of the following doesn't precipitate in the excretion process in the body؟ مين في دول مش بيشارك في الاكسكريشن؟ طبعا هي الانس، لان فتحة الشرج بتطلع الفيسز، والفيسز الفضلات او undigested food مش بنعتبره excretory product. طيب اللي بعده 25 which of the following the body get rid of it through السويت mainly؟ مين في دول جسمك بيخرجه عن طريق السويت بشكل كبير؟ طيب الاكسس سولتس، لا اليورين برضو البيبي بيخرج املاح. طب الاكسس ووتر اليورين برضو بيخرج ميه. طب النيتروجينيوس ويستس اليورين برضو بيخرج النيتروجينيوس ويستس اللي جايه من تكسير البروتين. طب الاكسس بودي تمبريتشر، ايوه هو انت لما بتعرق انت بتبقى عايز تتخلص من درجه الحراره الزياده اللي في جسمك، هي انت مش بتعمل لها اكسكريشن بس انت برضو بتبقى عايز تتخلص من درجه الحراره الزياده، ودي الحاجه الوحيده اللي بتبقى خاصه بفكره السويت، عشان هو بيقول لك حاجه get right يعني بنتخلص منها عن طريق السويت، عن طريق العرق، هو انك بتتخلص من درجه الحراره الزياده. اوكي. السؤال اللي بعده بيقول which of the following represents the blood amount that reaches sweat gland and the blood capillary diameter on rising the atmospheric temperature؟ يعني ايه درجة الحرارة او ايه اللي بيحصل في البلاد كابيلاري؟ طبعا لما درجة الحرارة بتزيد البلاد كابيلاري بيحصل لها دايليشن وبتوسع، يبقى الديامتر بتاعها بيزيد وكمية الدم بتكون عالية، وطبعا وقتها السويت جلاند بيكون الاكتيفيشن عالي فتلاقي نفسك عرقت كتير. طيب فالإجابة هتبقى B. اوكي نكمل. نمبر 27 بتقول the opposite graph shows the amount of the sweat excreted by the body في 4 days. طيب فبيقول لك which choice represents the state of the body just after drinking 1 liter of the water on a day time of July؟ طبعا لما درجة الحرارة هتبقى عالية وفي جولاي دوت يعني في 7 يعني في عز الحر، فكمية العرق اللي انت هتعرقها لو انت شارب مية كتير اكيد عالية جدا، ده اكتر وقت اصلا بنعرق فيه في الصيف. الفكرة في جولاي اللي هو شهر 6 تقريبا، جون جولاي ما علينا، يعني هو 6 أو 7 مش موضوعنا ده. طيب نمبر 28 which of the following represent الميلانين؟ فاكرين لما كنت بفضل اقول لك ميلانين يكتر انت تسمر، ميلانين يكتر انت تسمر؟ طبعا اللي في ايجيبت اوكي دول نص نص، اللي في السودان اعلى شويه، اللي في فرنسا قليل خالص، ومش هتكلم عشان ما يقروش بطل النار. اللي بعده 29
by which are the most sweat excretory parts in the human body is characterized in terms of the sweat gland and the blood capillary respectively. طبعا كل ما السويت جلاند والشعيرات الدمويه بيزيدوا كل ما بيشغلوا بعض. ما لو في دم كتير يبقى السويت جلاند هتشتغل كتير وهتطلع سويت سكريشن كتير، هتطلع عرق كتير لان هي بتجيبه من الدم. صعب الكلام؟ لا. طيب بعد كده احنا طبعا متعودين المقالي بناخده as a PDF. اوكي. آه انا حليت معاكم اصلا السؤال دوت في فيديو، وحليت تقريبا معاكم برضو السؤال ده في فيديو. انا هسيبكم تحلوا انتوا الجزء الهاي ليفل، وهنزل لكم الاجابات بتاعته PDF علشان انا عايزه اشوف قدراتكم العقليه. طبعا هي جميله وعاليه، هم 5 اسئله بس. حلوهم وهنصححهم لكم في الواجب او ابعتوهم للاسيستنت. باي باي.